شاي جاهز؟ طب يلا بينا. بس قبل ما نبدا الفيديو في حاجه مهمه جدا لازم تكون عارفها، وهي ان وولف كريك مفيش منها فيلمين بس، لا ده كمان في مسلسلين. وولف كريك الموسم الاول والموسم الثاني انا لخصتهم والملخص بتاعهم موجود تحت في الوصف وفوق في الاي. بعد ما تخلص الفيديو ده روح اتفرج عليهم، وما تقلقش مفيش اي رابط بين الفيلمين بتوع وولف كريك والمسلسلين، مفيش اي رابط بين القصه ومفيش اي رابط في الاحداث. الرابط الوحيد هو ميك تايلور، الشخصيه المرعبه الشريره دي. فلو حابب تعرف عن الشخصيه دي اكتر انصحك انك تتفرج على الملخص بتاع الموسم الاول والموسم الثاني بعد ما تخلص الفيديو ده. استراليا احد اجمل البلدان في العالم، وواجهه المئات الالاف من السياح كل سنه، الكل بيشهد ليها بجمال طبيعتها ومناظرها الخلابه. لكن بالرغم من كل ده تقريبا 10% من زوار استراليا ما بيرجعوش لبلادهم تاني، وده بسبب ناس زي ميك تايلور احد اشهر وافظع السفاحين في صحاري استراليا. بتبدا قصتنا المره دي مع 3 سياح وهم بن وليزا وكريستي، واللي قرروا يبداوا رحلتهم في صحراء استراليا عشان يوصلوا للواجهه المشهوره حفره وولف كريك، ودي فوهة كان سقط فيها النيزك، والمكان ده السياح دايما بيروحوا له عشان يشوفوا المنظر الرهيب ده. فبيجهز بين وليزا وكريستي نفسهم للرحله وبيستعدوا لمشوار طويل في صحراء استراليا، وبتبدا الرحله مع مظاهر خلابه حواليهم من كل ناحيه. وفي نهايه كل يوم كانوا بيخيموا ويريحوا شويه عشان يقوموا الصبح على طول ويكملوا الرحله. اثناء ما هم ماشيين بيقرروا يعدوا على محطه البنزين الاخيره، واللي بعدها خلاص هما بينقطعوا عن كل اشكال الحضاره. فبيتعرف بن على صاحب البنزينه وبيتصور وبيهزروا مع بعض شويه، والحمد لله انه عمل كده لانهم لما بيخشوا جوه بيكون في رجاله كبار في السن بيبداوا يتكلموا بطريقه مش لطيفه عن كريستي هو كمان ليزا، وبن بيخش معاهم في جدال، لكن صاحب البنزينه بيحل المشكله بشكل ودي. وبعدها بيقرر الثلاثي بتاعنا انهم يكملوا رحلتهم، وفي الطريق بتلمح كريستي البنت ان ليزا معجبه بيه وبتقول له ما تبقاش جبله كده واعمل اي حاجه، البنت بتموت فيك. وبعد ساعات من الطريق الطويل والصحراء بيوصل ابطالنا اخيرا لحفره وولف كريك، وبيوقفوا عربيتهم بعيد شويه وبينزلوا وبيمشوا لحد لما بيوصلوا للفوهه. وهنا بيقرب بين وليزا من بعض وبيعترفوا لبعض بحبهم. كريستي كان منظرها حلو قوي وسطيهم. بعدها بشويه الدنيا بتمطر، فبيقرروا يرجعوا العربيه ويتحركوا من هنا. لكن الصدمه ان العربيه ما كانتش بتشتغل. هي مش صدمه قوي، كلنا عارفين ان ده هيحصل يعني. اقول لكم على الكبيره بقى، التليفونات بتاعتهم ما كانش فيها شبكه، هم ما عرفوش يتواصلوا مع اي حد، والدنيا بدات تلاقي عليهم. لكن لحسن حظهم بيجي نور من بعيد وبيقرب اكتر واكتر عشان نكتشف ان ده نور عربيه فورد زرقاء قديمه. واللي اتفرج على المسلسل عارف ايه اللي جاي دلوقتي، ايوه ميك تايلور، واللي كان راجل كبير في السن عنده دقن كبيره، ومميز فيه هو ضحكته المجنونه اللي كل ما بسمعها جسمي بيقشعر. وبينزل ميك من عربيته وبيتعرف على الشباب وبيسالهم انتوا بتعملوا ايه هنا، فبيعرفوه انهم سياح وجوهم هنا عشان يستكشفوا المكان، لكن العربيه عطلت منهم ومش عارفين يروحوا. فبيفتح ميك العربيه وبيقول لهم انه يقدر يصلحها، لكن معهوش المعدات اللازمه هنا، وبيعرض عليهم انه ممكن يسحبهم لحد المخيم بتاعه وهناك هيصلح لهم العربيه. لكن بين بيتوتر وبيقول له انه معهوش فلوس كفايه عشان يدفع له حق كل ده. فميك بيضحك وبيقول له عيب عليك انتم ضيوفنا. فبيفرح بين انه مش هيدفع حاجه، لكن ما كانش عارف انهم هيدفعوا حاجه اكتر من الفلوس بكتير. فعلا ميك بياخدهم لحد المخيم وبيسهر معاهم، وبيعرفهم انه بيشتغل في صيد الخنازير البريه وانه حافظ الصحراء دي زي اسمه. واثناء كلامهم بين بيتريق على طريقه ميك، فليزا بتقول له احترم نفسك الراجل ده بيخدمنا. بعدها الثلاثي بتاعنا بيقرروا يناموا ويرتاحوا شويه، وميك بيفضل سهران يصلح في العربيه بتاعتهم، ده المفروض يعني. لكن بعد كذا ساعة بتصحى ليزا عشان تلاقي نفسها مربوطة بحبل في المخزن بتاع ميك. اوبا. وبعد ما تتغلب على الصدمة وتعدي الخضة اللي هي فيها بتمسك حتة ازاز مكسورة وبتحاول تقطع الحبل، فعلا بتفك نفسها وبتخرج عشان تتصدم وتلاقي العربية بتاعتهم متفككة الحتت، وميك ما صلحش اي حاجة يا معلم. بعدها بتسمع صوت صريخ صاحبتها كريستي، فبتبص من بعيد عشان تلاقي ميك ماسك بندقية وبيضرب عليها نار وعمال يعذب فيها، وكان مستمتع بده جدا جدا جدا. فبتستنى ليزا فرصتها وميك بيمشي ويسيب كريستي، فبتخش ليزا عشان تحاول تفك صاحبتها، لكن ميك بيرجع تاني فبتلحقش وتستخبى، وميك بيكمل تعذيب. واثناء ما هو ملخوم ومستمتع بتعذيب كريستي، ليزا بتيجي من ورا ببندقيه وبتهدده وبتقول له فك كريستي،
ولكن انتم عارفين ميك ما بيخافش من اي حاجه، فليزا بتضرب عليه نار والرصاصه بتخش في رقبته بس بتبقى سطحيه من الجنب، لكن ميك بيقع ويغمى عليه، وبتحاول ليزا تضرب عليه نار تاني ولكن ما بتعرفش تلقم البندقيه من تاني، فبتاخد كريستي وبتهرب وبيركبوا عربيه ميك لكن ما بيلاقوش المفتاح، فبترجع ليزا وبتسرق المفتاح من ميك وبتشغل العربيه وبيتحركوا، لكن الجو كان ضلمه هما مش عارفين الطريق وميك كان بيطاردهم، فبيقابلهم منحدر ما بيعرفوش ينزلوا بالعربيه من عليه، فبيسيبوا العربيه وبيرموها من على المنحدر عشان ميك ما يشوفهاش وبيكملوا جري، لكن كريستي كانت تعبانه من التعذيب ومش قادره، فبتقول لها ليزا انها ترجع تحاول تسرق عربيه تانيه من المخيم، واذا ما رجعتش خلال 5 دقايق كملي انت جري لحد لما توصل للطريق، وقفي اي حد يساعدك. فعلا بتتحرك ليزا وبتوصل المخيم وبتفتش في اغراض ميك، وبتلاقي كاميرا لسياح كانوا ضحايا قبل كده لميك، وبتكتشف ان ميك قتل عشرات السياح قبل كده بنفس الطريقه، وبتكمل تفتيش وبتلاقي الكاميرا بتاع حبيبها بن، وشافت الفيديو اللي بن صوره مع صاحب البنزينه، وبتكتشف ان عربيه ميك كانت موجوده في الخلفيه وان ميك كان مراقبهم من اول رحلتهم اصلا، فبتترعب اكتر وبتطلع على الجراج وبتلاقي عربيات كتير كلها كانت بتاعه ضحايا ميك قبل كده، بتركب واحده فيهم وبتحاول تشغلها ولكن ميك بيغم عليها، والمره دي بيرشق السكينه في ظهرها وبيقتلها. بعد ما كريستي لاحظت ان ليزا اتاخرت عليها بقرر تعمل زي ما قالت لها وبتجري لحد لما توصل للطريق، حسن الحظ بيقف لها الراجل عجوز وبيحاول يساعدها وبيقف شويه عشان يجيب لها حاجه تشربها من شط العربيه، ولكن دي كانت غلطه عمره لان ميك بيضربه من بعيد بالنار بوم وبيقتله، فبتركب كريستي عربيه الراجل وبتهرب، لكن ميك بيطاردها بعربيته وكان واخد الموضوع كمتعه وعمال يهزر ويضحك ومش مركز في السواقه، فعربيته بتتقلب وكريستي بتفرح انها قلبت على قيد الحياه، ولكن ميك بيكون عايش وميك ببندقيته القناصه بيصوب من بعيد عربيه كريستي فبتتقلب، ولكن كريستي بتكون عايشه، فميك بيروح لها وبيقتلها بدم بارد وبيولع في العربيه عشان محدش يوصل له وما يكونش في اي دليل. وبنرجع للمخزن اللي بين كان لسه موجود جواه، وبيصحى عشان يلاقي نفسه مصلوب وايديه الاتنين متمسمرين في الحيطه، فبيفك نفسه وبيطلع المسامير بعد ألم رهيب جدا، وبيفضل ماشي في الصحراء لحد لما بيقابلوا اسره المانيه كانوا جايين سياحه برضه هنا، وبيساعدوا بينه وبينقذوا حياته وبين بينجو، ولكن الشرطه بتشك ان هو السبب في اختفاء البنتين اصلا، وبيبعد الشك عن ميك، ولكن القضيه ما بتتقفلش وبيستمر التحقيق فيها سنين، مع ذلك محدش قدر يوصل للقاتل الحقيقي اللي هو ميك تايلور. وبالمناسبه القصه دي كانت حقيقيه، والله يا صديقي ما بضحكش عليك، القصه دي كانت حقيقيه. يلا بقى نخش على الجزء الثاني. بيبدا الجزء الثاني بعدها بفتره وبنشوف ميك تايلور لسه بيتجول في صحاري استراليا وبيدور على ضحيته الجديده، ولكن الحظ الوحش بيوقعه مع 2 ضباط شرطه، وهنا قصدي على الحظ الوحش بتاع الضباط مش بتاع ميك، لان الضباط كانوا واقفين على جنب الطريق ومعاهم رادار بيرصدوا اي حد بيتخطى السرعه المسموحه وبيعدي من قدامهم ميك، وسرعته كانت طبيعيه، ولكن الضباط لانهم ما وقفوش حد النهارده خالص وكانوا زهقانين من القعده بيقرروا يمشوا ورا ميك ويوقفوه، وبيقولوا لبعض هو كده كده مش عارف سرعته كانت كام، فاحنا هنلبسه اي مخالفه وخلاص. فعلا ميك بيقف على جنب بكل ادب، ولكنه بيطلع السكينه احتياط وبيحطها على مرتبه العربيه، وبينزل للشرطيين واللي كانوا وقحين معاه جدا وبيتريقوا عليه وعلى عربيته وقالوا انه تخطى السرعه، فميك بيرد عليهم وبيقول لهم انه كان ماشي على السرعه القانونيه، ولكن الظابط بيقول له ايش عرفك انت؟ ها انا ادرى يا عم، انت اتخطيت السرعه، وبيكتب مخالفه وبيديها لميك، فميك بيقول له انت متاكد انك عايز تديني مخالفه؟ فالظابط بيقول له انت عبيط، انا مش عايز اشوف وشك هنا تاني، وعربيتك القديمه دي اركنها ما تركبهاش تاني. وبيتحرك الضباط وبيمشوا وهم عمالين بيضحكوا على ردة فعل ميك، ولكن في لحظات الضابط الصغير اللي كان سايق راسه بتنفجر مره واحده بعد ما ميك ضرب عليه ببندقيته من بعيد، والعربيه بتنقلب وبتقع من على المحاضر، وبينزل ميك عشان يلاقي الضابط التاني الكبير في السن عمال يزحف ورجله مكسوره، فميك بيكمل على رجله وبيكسرها زياده، بعدها بيسحبه وبيطعنه في ظهره من تحت كده، المكان المفضل عند ميك للطعن، وبعدها بيحط في العربيه، فالظابط بيقول له الله يخليك انا عندي عيال عايز اشوفهم، فميك بيضحك وبيجيب جيرك بنزين وبيغرق على العربيه وبيولع سيجاره، وقبل ما يرميها الظابط بيقول له انا اقدر اتخلص من المخالفه واعمل لك اللي انت عايزه، وبيترجاه، فميك بيقول له ايه رايك نتخلص منك انت؟ هو بيرمي السيجاره هو بيولع في الظابط بالعربيه. بعدها بشويه في نفس الصحراء بنشوف 2 سياح المانيين، واحد وخطيبته بيتمشوا على رجليهم بيعملوا هايكنج يعني عشان يستمتعوا بالمناظر الطبيعيه وكده، وكانت واجهتهم طبعا حفره نيزك وولف كريك واللي بيوصلوا لها اخيرا وبيستمتعوا بالمنظر طبعا،
وبيقرروا يخيموا في المكان ويقضوا الليلة هناك. لكنهم بيصحوا على عربية ميك تايلر واللي بينزل وبيكلم الشاب وبيقول له انه ممنوع تخيموا هنا، المنطقة دي محمية طبيعية، لو فضلت هنا هتاخدوا مخالفة. فالشاب بيقول له انا معايا خريطة ومتأكد ان المكان ده عادي اخيم فيه ومفيش اي مشكلة. فميك بيقول له اسمع كلامي، ده انا حافظ الصحراء دي حتة حتة وخايف على مصلحتك، تعالوا معايا بس وانا اوصلكم لاقرب فندق. لكن الشاب الالماني كان تقريبا حاسس ان ميك ده فيه حاجة غلط وبيرفض، فبيهجم عليه ميك وبيطعنه كالعادة في ظهره بالظبط في العمود الفقري من تحت كده، وبيمسك البنت وكان عايز يتسلى بيها ويعذب فيها زي ما بيعمل مع ضحاياه. ولكن الشاب ما بيكونش مات لسه وبيفوق وبيحاول يخبط ميك من ورا، فميك بيمسكه وبيقطع راسه قدام خطيبته. بعدها بيمسك البنت وبيخنقها لحد لما بيغمى عليها، وبيبدأ يقطع ويسلخ في شوية خنازير معاه في العربية كأنه كان بيتدرب على اللي هيعمله في البنت. ولكن البنت بتفوق وبتحاول تهرب من غير صوت أثناء ما ميك كان مشغول، فلما بتنجح في انها تتسحب بعيد من غير ما ميك ياخد باله. فميك بيركب عربيته وبيطاردها، لكن لحسن الحظ البنت بيقابلها شاب كان ماشي بعربيته وبياخد البنت وبيركبها معاه، ولكنه ما كانش فاهم منها حاجه لانها كانت بتتكلم الماني وما بتعرفش تتكلم انجليزي، وبيحاول يهرب بيها من ميك اللي بيطاردهم. لكن فجاه ميك بيطلع عليهم وبيضرب عليهم نار بالبندقيه القناصه، والرصاصه ما بتجيش في الشاب ولكن بتيجي في البنت. فالشاب بيهرب من ميك وبينزل جثة البنت وبيغطيها وبيسيبها في الصحراء وبيحاول يبعد على قد ما يقدر، ولكنه بيتوه في الصحراء وبينزل من العربية محتار ومش عارف يعمل ايه. ولكن لحسن حظه بتيجي عليه من بعيد عربية نقل كبيرة، فبيفرح جدا وبيحاول يقف العربية عشان يسأل السواق عن الطريق، ولكنه بيكتشف ان اللي جوه الشاحنة دي يبقى ميك. فبيجري الشاب على عربيته وبيركبها وبيهرب، وميك كان بيطارده وبيزقه بالشاحنة مع المنحدر، ولكن الشاب ما بيموتش وبيفضل عايش وبيخرج من العربية وما بيكونش مصدق انه عايش بعد ده كله. ولسه بيستوعب وبيبص على المنحدر فبيلاقي الشاحنة بتاعت ميك نازلة عليه من فوق، فبيجري بسرعة والشاحنة بتنزل على العربية وبتنفجر. الشاب بيمشي بعيد عن المنحدر وبيهرب، وميك كان واقف فوق ومراقبه. فضل الشاب ماشي في الصحراء ماشي لحد لما لقى مزرعة، فبيجري عليها وبيغمى عليه عند مدخلها، وبيصحى عشان يلاقي نفسه على سرير وجنبه لبس نضيف، فبيغير وبيلبس وبينزل عشان يتعرف على اصحاب المزرعه دي اللي انقذوا حياته، ودول كانوا 2 كبار في السن. الشاب بيشكرهم، ولكنه اثناء ما هو قاعد معاهم بيسمع صوت ميك بره البيت، فالشاب بيترعب. لكن الراجل العجوز بيقول له ما تخافش يالا، وبيطلع يتكلم مع ميك، وميك بيساله انت مخبي حد عندك؟ لكن العجوز بيقول له لا امشي من هنا. فعلا بيمشي ميك، لكن بعدها بشويه الراجل العجوز بيضرب عليه نار، وميك بيهجم على البيت وكمان بيقتل الست العجوزه. فالشاب بيهرب من البيت وبيلاقي حصان بره المزرعه فبيركبه وبيهرب عليه، لكن ميك بيمشي وراه وبيطارده بكرباج وبيوقعه مع الحصان وبيفضل يضرب فيه لحد لما بيغمى عليه. وبيفوق الشاب عشان يلاقي نفسه متربط في المخبأ بتاع ميك، وميك قاعد قدامه وبيبدا يتكلم مع الشاب، والشاب بيبدا يهزر معاه ويضحك معاه، وكان بيحاول يستلطف الجو مع ميك عشان يسيبه. فميك عجبه الوضع واتعرف على الشاب وعرف ان اسمه يبقى بول، وجاب له كوبايه خمره وفك ايده اليمين عشان يشرب، وقال له بص انت عجبتني، عشان كده انا مش هسألك على طول، انا هسألك 10 اسئله عن تاريخ استراليا، اذا جاوبت نصهم هسيبك تمشي، بس خد بالك كل سؤال هتغلط فيه هقطع صابع من صوابعك. فبول بيوافق، خصوصا ان ما كانش قدامه حل تاني، وبيسأل ميك السؤال الاول وبول بيجاوب صح، السؤال التاني برضه والتالت نفس الكلام بيجاوب صح. فميك بيسأل بول انت عرفت الكلام ده منين؟ فبول بيقول له انا دارس تاريخ استراليا وعارف كل المعلومات دي احسن منه اصلا. فبيسأله ميك السؤال الرابع وبول بيجاوبه صح، لكن ميك بيقول له جوابك غلط وبيتلكك له وبيقطع صباع من ايد بول. وبعدها بيسأل بول سؤال خامس في الرياضة وبول ما بيجاوبش، وبيلفت انتباهه شاكوش كان على ايده الشمال، فميك بيقوم عشان يقطع صباع كمان من ايد بول. فبول بيقول له ما تقطع من ايدي الشمال لان ايدي اليمين بستخدمها اكتر. فميك بيوافق وبيقول له وجهة نظر برضه، وبيفك ايدي الشمال وبيقطع منها. بعدها بيقول لبول انت القعدة معاك حلوة، انا هقوم اجيب شوية خبرة كمان. وبول بعد ما ايده الشمال يتفكد بيعرف يوصل للشاكوش وبيقربوا منه لحد لما بيرجع ميك، وكان عايز يعذب بول شويه كمان، لكن بول بياخد الشاكوش وبيضربه بيه وبيجري عشان يلاقي نفسه داخل جوه نفق تحت الارض، وبيلاقي جثث كتير من ضحايا ميك، ومن ضمن الجثث دي بنت كانت لسه عايشه بس كانت خلاص من كتر التعذيب عامله زي الزومبي. فبيسيبها بول وبيكمل، وقبل ما يوصل للمخرج بيكتشف فخ واللي كان عبارة عن سجادة موجودة تحتها حفرة فيها شوك. فبيحس بول ان في حد جاي وراه، فبيقوموا بيزقوا في الحفرة وبيحسبوا ميك، ولكنه بيكتشف ان ده مش ميك ولكن كانت البنت اللي عامله زي الزومبي دي. فبيجي ميك من ورا بول وبيمسكه زي الكتكوت المبلول وبيقول له انت احقر من ان اقتلك، وبيسيبه يمشي
معرفش ايه السبب، وبيوصل بول اخيرا للشرطة وبيبلغهم بكل اللي حصل، وان في سفاح في صحراء استراليا بيقتل السياح، لكن محدش بيصدقه، ولا ده كمان بيتهموه في كل الجرائم اللي حصلت. وبيستمر التحقيق في موضوع ميك ولكن محدش بيصدقه، وكمان الواد اتجنن جدا. وبيستمر التحقيق في موضوع ميك، لكن كل الناس اللي شافت ميك يا اما بتموت يا اما محدش بيصدقهم وبيقولوا عليهم مجانين. وبتستمر اسطورة ميك تايلور اشهر سفاح في استراليا. وبكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. متنساش تعمل لايك واشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبالمناسبه حابب اقول لك ان في جزء تالت هينزل السنه دي ان شاء الله، لكن معرفش ايه الميعاد بالظبط. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن الافلام اللي هتنزل في 2023 فهسيب لك الرابط تحت في الوصف برضو، ابقى روح بص بصه كده. اشوفكوا الفيديو الجاي، يلا سلام.